السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. اتفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، السيدات والسادة، 9 مارس عام 69 يوم مشهود وفارق في عمر الزمن، يوم أكدت فيه مصر أنها عازمة على استرداد الأرض مهما كان الثمن. إنه يوم استشهاد القائد والقدوة والرمز والبطل الجنرال الذهبي الفريق أول عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة آنذاك، والذي استشهد وسط جنوده على الجبهة. هذه هي الندوة التثقيفية 41 التي تنظمها القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة تحت عنوان شعب أصيل. هذا الشعب الأبي الذي سيبقى بفضل الله مرابطا في أرضه، ظهيرا وسندا لوطنه وقيادته في كل ما يتعلق بأمن مصر القومي جيلا بعد جيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق الله العظيم. دي الأفكار الجديدة اللي اشتغلنا عليها أنا وسائلي عشان المشروع الجديد. مجهود كويس، بس مش ده برضه اللي احنا عاوزينه يا باشمهندس باسم. دي لسه افكار بنعبر بيها عن تاريخ مصر، لسه هنشتغل عليها اكتر بالتفصيل ونطورها. مش موضوع تطوريها. تقدروا تقولوا لي مشروع زي ده يفرق ايه عن اي مشروع عملناه قبل كده؟ ايه الموضوع في الفكره؟ ماشي يا باشمهندس، ممكن حضرتك بس تشرح لنا ببساطه كده تقصد ايه موضوع الفكره ده؟ شوف يا نور،
انا عايزك تبصوا للموضوع بشكل اشمل شويه. مصر عبر عصورها قدم شعبها تضحيات وشهداء كتير علشان امن البلد. دورنا احنا اننا لازم نحقق احلام الشهداء اللي ضحوا وننفذ تنميه شامله ومشروعات عملاقه. احنا دلوقتي في طفره هندسيه وعمرانيه في كل حته في مصر ما حصلتش من 100 سنه. ده حقيقي، احنا نفسنا نفذنا مشاريع هنا في العاصمه زي كده، زي المركز اللي احنا فيه ده بقى مناره عالميه للفكر الاسلامي والثقافي. ربنا سبحانه وتعالى كرم مصر كتير وذكرها في مواضع كتير في القرآن، بس الأهم إنه خصها بالأمان. والأمان ده مش مجرد منحة من ربنا وبس، لا، ده خصص لها ناس تحققها على الأرض. شعب وجيش وقدموا تضحيات كتير عشان البلاد دي تفضل بأمان. عايزين بقى مشروعنا يعبر عن الناس دي، عن كل مصري قدم اللي يقدر عليه في مكان. ضابط، جندي، مدرس، مهندس، طبيبة، أو زوجة قدمت ابنها أو جوزها شهيد عشان البلد ما تضيعش منهم. فعلا في ناس ضحوا بحياتهم وأرواحهم وكانوا هم سبب في الأمن والأمان اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. بالظبط كده. أنا عاوزكم تبصوا للمعنى الأشمل. دوروا في حكايات مصر، اعرفوا أكتر عن حكاياتها وأبطالها. ساعتها هتقدروا تعملوا مشروع يعرف الأجيال الجاية يعني إيه مصر، ونسيب لهم حاجة يفخروا بيها. طيب أنا هستأذنكم علشان خاطر عندي اجتماع، وأنا واثق إنكم تعملوا مشروع كويس. أنا واثق فيكم. اتفضل. طب هنعمل ايه؟ مصر تاريخها كبير جدا، يعني انا مش عارفه نبدا منين. والله شايف ان احنا لازم نفكر بشكل اوسع واعمق، ونفكر اكتر قبل ما نبتدي من الاول. طب انا عندي فكره كويسه ممكن تبقى هي طرف الخيط. طب شوف الفيديو ده كده. زي النهارده مارس 1919 قامت الثورة، واللي كان شرارتها القبض على سعد باشا زغلول ونفيه، لأنه كان بيجمع توقيعات من الشعب المصري لتحرير مصر واستقلالها. واتحرك الشارع المصري في مواجهة أكبر جيش في العالم، ورغم قوة العدو إلا أن المصريين قدموا أغلى حاجة يملكوها، ضحوا بحياتهم عشان بلدهم تعيش وتتحرر من الاستعمار. حتى السيدات شاركوا في المظاهرات وقدموا تضحيات، وكانت أولهم السيدة حميدة خليل شهيدة الحرية. ولما فشل الاحتلال إنه يفرق الشعب حاول يعمل فتنة بينهم، بس ظهر معدن المصريين وإن مصر ما فيهاش مسلم أو مسيحي، والرسالة وصلت للعالم كله لما هتفوا المصريين وقالوا يحيى الهلال مع الصليب. أيوة، يحيى الهلال مع الصليب، وتحيا مصر بشعبها، وتحيا كل أمة عظيمة بابنها. سألوا واحد في يوم من الأيام: ليه شايف أمك أجمل واحدة في الدنيا؟ قال لهم: أنا شايف أمي أجمل واحدة في الدنيا لأن كل تجعيدة في تجعيد وشها بترسم مليون عقبة وقفت قصادها لأجل خاطر إنها تربيني. كل أم ربنا اداها طفل جواها مص من الدم واللحم والصحة، لأجل خاطر إن في يوم من الأيام الابن ده يكبر ويكون الدعم والسند لأمه. الأم دي بلدنا اللي كل تجعيدة في تجعيد وشها بترسم مليون عقبة وقفت قصادها لأجل خاطر إنها تربينا. بتحكي قصة كفاح، معركة دايرة من زمان لحد النهاردة، إرهاب وأفكار مغلوطة وإشاعات وعدو كل همه يهدنا في عز الوقت اللي فيها الأوطان اتدمرت والأحلام اتقتلت والبيوت اتشردت. هنبني ونعمر وهنعمل كل يوم مشروع صحة وتعليم وحياة كريمة وأرض خصبة لكل بني آدم بيحلم. أبطالنا جنودنا، بس زي ما في مليون واحد على الحدود ماسكين سلاح، في 100 مليون واحد جوه البلد ماسكين سلاح. ممكن يكون سلاح النهارده مايك،
بحافظ بيه على كل أب وكل أم وكل أخ وكل أخت. ممكن يكون سلاحك قلم تنصر بيه حق وترفع بيه ظلم. ممكن يكون سلاحك كلمة تنجد بيها بني آدم من ظلم واقع عليه. علموا الناس يعني ايه حب البلد، علموا الناس يعني ايه الانتماء للبلد، علموا الناس يعني ايه تبقى في دولة من أجمل دول العالم وتقفل على نفسك باب الأوضة وتبكي لأجل خاطر إحساس جوه قلبك اسمه الغربة عن وطن. علموا الناس واحكوا لهم إن الشهيد عاش بطل ومات بطل وساب وراه مليون بطل، ساب وراه صاحب بطل أقسم يكمل الرحلة بداله يجيب حقه وحق كل شهيد معاه. علموهم إن الشهيد ساب ابن البطل، نفس الملامح، الشكل هو شريان دم بنفس الفصيلة، شخصية قوية عنيدة واقف وتد لحق أبوه وحق كل شهيد معاه. علموهم إن الشهيد ساب كل واحد مننا، أنا وإنتم وكل بني آدم أقسم يعيش بطل ويموت بطل فدى الوطن. علموهم إن مفيش أغلى من الروح، وأما مصري يضحي بروحه ويستشهد أو يضحي بحتة غالية من جسمه بإيمان راسخ عشان بلده، ده يبقى شعب أصيل. أيوة، شعب مصر شعب أصيل، شعب أصيل واقف في ظهر جيشه وبلده وقيادته على مر السنين، بيواجه وهيواجه كل التحديات وتد ما بيتكسرش. ومن النهاردة هنقولها للعالم كله ومش هنزهق، كل لحظة تعيش مصر حرة مستقلة. تعيش مصر حرة مستقلة، تعيش مصر حرة مستقلة. يا كل ده؟ وكان عددهم كتير قوي والانجليز جروا وما عرفوش يعملوا معاهم اي حاجة. ما هم دول شباب بلدنا الرجالة. طب قول لي يا منعم، انت نفسك لما تكبر وتاخد البكالوريا كده تطلع ايه؟ والله انا محتار، ابقى دكتور ولا ابقى ضابط جيش. طب وليه عايز تكون دكتور وليه عايز تكون ضابط جيش؟ دكتور عشان اقدر اساعد الناس اللي بتتصاب في المظاهرات وكمان انقذ الشهداء. جميل. وليه عايز تكون ضابط جيش؟ نفسي ابقى ضابط قوي زيك ودافع عن بلدي واحررها. طب بص يا حبيبي، انا كل اللي يهمني انك لما تكبر تعرف تاخد كل قرارات حياتك بنفسك ومحدش يختار لك طريقة. وفي الحالتين سواء كنت ضابط جيش او دكتور انا هبقى فخور بيك، بس الاهم انك تكون انت فخور بنفسك وببلدك، لان الدكتور وضابط الجيش الاتنين ابطال والاتنين بيفيدوا البلد دي وبيساعدوها، وان شاء الله يحرروها من اي احتمال. في 1935 بينزل الطالب عبد المنعم رياض الشوارع في المظاهرات الطلابية ضد الاحتلال الإنجليزي. لا يا أمي، أنا زمان كنت محتار بين إني أبقى دكتور عشان أنقذ الشهداء وأعالج المصابين وبين إني أبقى ظابط زي أبويا. بكرة آخر يوم في التقديم وأنا نويت وقررت يا أمي، أنا قررت أسيب الطب. أنا اتخلقت مقاتل وبالقوة هنعمل التغيير، وبداية القوة هتكون الحربية إن شاء الله. إن شاء الله يا حبيبي، ربنا يفرحك وينجحك وما يحزنيش عليك أبدا، لا أنت ولا زمايلك. وزي ما قرر عبد المنعم رياض بيدخل الحربية وبيتخرج منها عشان يكمل مسيرة والده ويكون ضابط في سلاح المدفعية. مش ممكن، يعني كل الأبطال دول دفعة واحدة في الحربية؟ ودول مش أي أبطال، ده شهيد الكلمة وشهيد الوطن وشهيد السلام. القدر جمع كل الأبطال دول في مكان وزمان واحد لهدف محدش كان يعرفه أو يتخيله. أدينا دلوقتي عرفنا الهدف إيه وعايشين لحد دلوقتي بفضله. صح. وبتجري الأيام وتبدأ حرب فلسطين، ونفس اللي بتقدمه مصر النهاردة من دعم لإخواننا في غزة كانت مصر بتعمله طول تاريخها. وبتدخل مصر بجيشها حرب 48 واللي بيشارك فيها بطلنا اللي قال عليه قائد المدفعية في حرب فلسطين اللواء عمر طنطاوي إنه بيعتبر عبد المنعم رياض العقل المفكر في إدارة العمليات والخطط. وبيكمل بطلنا في رحلة العلم والقيادة.
سافر إلى الاتحاد السوفيتي ودرس في أكاديمية فرونزا العسكرية. تعلم اللغات، تعلم اللغة الإنجليزية طبعا بحكم تعامله مع الإنجليز، تعلم اللغة الفرنسية، الألمانية، تعلم كمان اللغة الروسية. كان في جنرالات روس كتير بيحضروا هذه الفرقة، ولكن عبد المنعم رياض طلع الأول عليهم برضو. فالشخص اللي مسؤول عن هذه الفرقة هو اللي أطلق عليه لقب الجنرال الذهبي. جه العدوان الثلاثي في 56 وكان عبد المنعم رياض قائد المدفعية المضادة للطائرات. حرب دفعنا فيها أغلى الرجال شهداء من أجل الوطن، غير بسالة القوة الشعبية في مدن القنال. 1967 أبطالنا وجيشنا قدموا تضحيات في حرب غادرة على مصر، وأولهم كان بطلنا اللي كان بيتولى قيادة الجبهة الأردنية. حب المصريين وتضحياتهم عشان بلادهم ما بتخلصش، بالعكس حبهم زاد أكتر وإصرارهم وعزمتهم بقت أقوى. يا ترى لو كل واحد من الأبطال دول كان يئس أو استسلم، كان إيه اللي هيحصل لنا دلوقتي؟ وإزاي بلد زي دي بكل الأبطال دول وكل التضحيات دي انهزمت في 67؟ مش عارف، بس الأكيد إن هيجي بعضهم أبطال تانيين يكملوا مسيرتهم وتضحيتهم. الفريق عبد المنعم رياض كان راجل عسكري فريد من نوعه، وهب حياته لبلده، وكان كل اللي بيشغل تفكيره هو إعادة بناء الجيش المصري وترتيب صفوفه بعد 67. وكانت رسالته دايما أن تتبين أوجه النقص لديك، تلك هي الأمانة، وأن تجاهد أقصى ما يكون بما هو متوفر لديك، تلك هي المهارة. وبقدر ما يكون القائد أمينا يجب أن يكون ماهرا. وفعلا سطرت القوات المسلحة المصرية أعظم صور البطولة والتضحية في حرب الاستنزاف، وواجهوا العدو بإرادة لا تقهر، وصدى المعارك دليل على أن النصر قرب مهما طال الطريق. وبيجي مارس 1969 قال أنا عايز أزور موقع في الأمام علشان أشوف فعلا ضرب المدفعية وتأثيرها الفعلي. وطلعنا على الموقع نمرة 6 في الإسماعيلية. خرجنا من الدشمة وما أن خطونا خطوتين أو 3 إلا والعدو راح ضارب طلقتين جم قدامنا مباشرة. وللقضاء والقدر جت طلقة مباشرة في خندق الفريق رياض. استشهد وشفت بعيني روحه تصعد إلى السماء. خفق قلب مصر وهي تشيع باسمنا الشهيد البطل الفريق أول عبد المنعم رياض، رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة، الذي سقط في ساحة المعركة شهيدا وبطلا. ومن ساعتها و9 مارس اليوم اللي بتحتفل بيه مصر طول تاريخها بالشهيد وتضحياته على مر العصور. فسلاما إلى من ضحى بالروح والدم. سلام الشهيد، سلام سلاح. يا بابا الشهيد، يا بابا الشهيد، نهارك سعيد. ما انت عايش كل يوم في نهار جديد، وشايفني بكبر تحت عينك. انا كل صبح ببوس ايديك وببوس جبينك، فاكره صوتك
فاكرة صوتك والمحبة والحنان، وعارفة إني بتضحياتك عايشة مع ماما بأمان، وإن العدا طمعوا في بلدنا وافتكروا قال إيه يغلبوها، وإن أنت واحد من اللي حبوها وحموها. اوعى تقلق، اوعى تقلق، أنا بكرة هكبر ويقولوا كبرت بنت أبوها، وهكمل المشوار مع أصحابي، وهنبني بكرة إيد في إيد يا بابا الشهيد. يا بابا الشهيد، نهارك سعيد، وسيرتك لا يمكن في لحظة تسيبني، وفاكر عينيك اللي بتقولي يا ابني، وعهدا عليا لعمر وأبني وأكمل طريقك وروحك معايا، وإن ابنك أنت ده عندي كفاية، يا رمز الشرف والنضال والريادة، حياتك عزيمة وموتك شهادة، وشاهد عليك القوي المجيد. يا بابا الشهيد، نهارك سعيد. يا صاحبي الشهيد، نهارك سعيد، وكل البيوت اللي في الناحية بتصبح عليك وبتبوس ايديك، وفاكرة ابتسامتك وعايشة في جنابك، ويسلم أبوك اللي رباك وجابك، وريحة دماك الزكية في قميصك، وولدك معلق على الحيطة كابك، بيصحى يوماتي يغنيك نشيد. نهارك سعيد. وسامحني يا صاحبي، سامحني يا صاحبي، حزنت عليك. أنا عارفك عايش متهني والجنة براح، بس أما لقيت صورتك في العزا قلبني الشوق، والشوق فضاح. خبيت وشي من أمك لا تشوف في عيونك، الشلة وحشت من دونك يا أبو قلب عمار، بس احنا في سيرتك ليل ونهار، وبنحكي عليك ونعيد ونزيد، فاكرينك وبنحكي جمايلك، واسمك في لسان كل زمايلك من وقت فراقك للساعة. أنا عن نفسي طمعان في الصحبة، في شفاعة، في الباب اللي هتدخل منه على الرحمن. والله يا مصر عزيزة وخلفت الجدعان، واللي تخلف رجالة لا يمكن أبدا يوم تتهان. علمت الأرض ازاي تجرى وازاي تسمع، علمت الأرض ازاي تبني وازاي تزرع، علمت الست اما تربي يطلع من حجرها رجالة، علمت جيوش البشرية إن العدل ميزان وعدالة، وإننا من يومنا تربينا ما بنقبلش دخيل ولا عالة، وإن الجند البطل المصري يقدر يهزم جيش الآلة. أصل العبرة ماهيش في الخيل، العبرة شطارة خيالة. علمنا اللي حربنا في سينا واتجرأ على جيشنا جوالة، حررنا الأرض بأرواحنا وكتبنا على الرمل رسالة. إن كنت نسيت آخر مرة جرب واتجنن وتعالى. احنا الشهداء اللي دمانا عطر يسيل، احنا اللي في وقت الحرب بنبقى طير أبابيل، احنا الجيش اللي في ظهره شعب أصيل.
كان جرحه نافد للوريد ما قالش واقف أسد وقفت كتفي مسنده حسيت بكتفي أنا اتسند وقفت أبكي قال لي افرح في الجنة صاحبك بعد انتظار رفع لي راسي وقال لي كمل ليل الوطن محتاج نهار وقفت أبكي قال لي افرح في الجنة صاحبك بعد انتظار رفع لي راسي وقال لي كمل ليل الوطن محتاج نهار الابتسامة على وشه كانت أعظم رسالة انتصار كان عارف إنه يموت لكن ما كانش خايف وباختصار شرف الشهادة ما بيعرفوش غير اللي قد الاختيار شرف الشهادة نلته قبلي في الجنة يا صاحبي الوحيد لكني نلت كل الشرف إني أكون صاحب شهيد حلفت لازم حقه يرجع هاخد عذاب بعد انتصار ولاده هم أولادي لازم يعيشوا أحلامه الكتار حلفت لازم حقه يرجع هاخد عذاب بعد انتصار ولاده هم أولادي لازم يعيشوا أحلامه الكبار تكوين هندسي معماري عظيم وفريد من نوعه وتضحيات اعظم واقوى نصب اتبنى بدم وروح شهداء اكتوبر كلهم من اول شهيد ولحد اخر نقطه دم اتدفعت عشان النصر وارضنا وسينا ترجع لنا كامله واولهم الرئيس انور السادات شهيد السلام استشهد هو اللي كان شايف المستقبل وقدر يقوم جيش مصر وعمل تضحيات كبيره وانجازات واحنا كملنا من بعديه الله يرحمه الله يرحمه عارفه يا سالي النصب ده بيرمز لايه؟ طبعا للنصر عشان كده الدكتور سامي رافع عمل النصب على شكل هرمي مش بس كده ده بيرمز لحاجه اعظم بكتير الخلود فكره تخليد الشهداء الاسامي اللي مكتوبه دي مش اسامي ناس بعينها على فكره دي رمز بيرمز بيه للناس اللي ضحي ولسه هتضحي عشان البلد دي تعيش في امان انا وانتي وكل المصريين عايشين في امان بسبب الشهداء دول صح بيفكرني بكل شهيد في جيلنا من اول 2011 لحد النهارده كل ده عشناه وشفناه بعينينا كل بيت مصري له شهيد في اللي حصل العقيدة العسكرية ويقيننا إننا على الحق المبين هو اللي بيخلينا نتفانى ونقدم روحنا من غير ما نفكر في نفسنا. كلمة الجيش المصري المطبوع على الأفرول مش مجرد كلمة، ده حافز بيفكرك دايما إنك واحد من خير أجناد الأرض، وإن أرضك تمن الحفاظ عليها أغلى بكتير من روحك. إن الفخر قد بلغ بي مبلغه، ونحن نشهد اليوم معا تلك الإنجازات تتحقق، والحلم الكبير لوطننا قد بدأت ملامحه تشكل واقعا ملموسا على الأرض. وزي ما الشهداء والمصابين رسموا بدمهم بطولات ومجد الماضي والحاضر لينا، جه الدور على أولادهم دلوقتي هم اللي يرسموا لنا مستقبل مصر.
شهيد ضحى ودافع عنها، من نسله يجي اللي يحيي اسمها. أنا أبويا شارك في انتصارها على الحدود، قدم بطولة وملحمة خيرة الجنود. نفس الدوافع عندنا هنقدم احنا نفسنا، ما هو الوحوش هيخلفوا ايه الرسول. أنا أبويا كان واحد من أعظم الرموز، وعدله خلى باحترام الناس يفوز. غاب أيوة وما حجته، أديني واخدة سكته، ده ترابها والله عندنا أغلب الكنوز. عشان احنا عارفين هي من رسم الله، صورة محدش يوم هيجي يهزها. يغير علينا ربنا وفي حقها، إن كان علينا احنا فداها من جهها. أنا أبويا كان عايش خطر لكن سعيد، مدام لبلده أمنة يدوس في الحديد. دمه أهو ما راحش هدر، مصر قوية بمن حضر. يخلص تاريخ هنا يتولد تاريخ جديد. ابن البطل طلع بطل ورايته شال، نفس الجينات وجوه دمه صفات رجال. خد مسؤولية قدها، كمل مسيرته بحبها، عارف لا يرفع اسمها فوق الجبال. ولادها باقية في عز مجدها، جيل بعد جيل يتسابقوا والله في حبها. لو راح شهيد ضحى ودافع عنها، من نسله يجي اللي يحيي اسمها. مصر ولادها باقية في عز مجدها، جيل بعد جيل يتسابقوا والله في حبها. لو راح شهيد ضحى ودافع عنها، من نسله يجي اللي يحيي اسمها. يقولون في الأمثال: من أنجب لم يمت. وشهداؤنا الأبرار جميعهم من نسل شعب مصر الأصيل، وحينما نشتاق إليهم فإننا ننظر إلى قطعة منهم تمشي على الأرض. فلنحيي جميعا نسل أبطالنا الأبرار. كنا كاتبينه ووارثينه بقالنا زمان، بلدنا عشان تعيش حرة، نكون علشانها درع أمان، ونفديها بأرواحنا وعنها أي غدر نصد. وقد العهد يا بلادي يا بلادي قد العهد. نسل الأبطال عمره ما هينتهي، جيل بيسلم جيل. أنا جيهان بنت الشهيد البطل مبارك عبد المتجلي من شهداء حرب أكتوبر. أنا ما شفتش بابا غير في الصور، لأنه استشهد وأنا عندي 2 سنين، وكان نفسي أقول له كلمة بابا، وكان نفسي أسمع صوته يفضل ذكرى في وداني. بس بالرغم من كده أنا أعرفه كويس من كتر كلام ماما وزمايله عنه اللي دايما بيحسسني بالعزة والفخر. هو حقيقي عمره في الدنيا كان قليل، لكن إنجازاته كانت كتير، زي ما حصل على وسام الشرف وسام نجمة سينا. حصل على بطولات كتير لمصر لأنه كان كابتن منتخب مصر في الباسكت بول. بس أهم إنجازاته إنه شهيد، وبكل عزة وفخر بقول أنا بنت شهيد. طول عمرنا بنسمع أساطير وحكايات عن أبطال خارقين بيعملوا كل اللي يقدروا عليه عشان يحموا اللي حواليهم. والنهاردة أنا ملك جاية وبكل فخر عشان أقول إن والدي رائد شهيد أشرف أحمد محمد اللي استشهد عام 2011 في بورسعيد وهو بيحمي أرض الوطن واحد من الأبطال دول. والدي استشهد وأنا عندي 5 سنين، لكنه ساب لي صور وفيديوهات كتير بتمثل ذكريات طفولتي كلها مع أكتر حد غالي على قلبي، ومحتفظة بكل لحظة فيهم في قلبي قبل عقلي. فاكرة أول يوم حضانة لما أخد أجازة من شغله مخصوص عشان يوصلني بنفسه. فاكرة مغامراتنا سوا، فاكرة قد إيه أنا كنت متعلقة بيه. وبالرغم من كده كنت في كل لحظة مدركة إن تضحيته بروحه لأجل وطنه ده عمل بطولي. ووالدتي كبرتني وعلمتني
لغاية ما دخلت كلية الهندسة، وأنا عندي الوعي الكافي بواجبي اتجاه وطني في إني أنميه وأحافظ عليه. وحطيت قدامي حلم إني أبقى من أبناء الوطن المخلصين اللي بتنهض مصرنا الغالية بأياديهم عشان تضحية والدي وغيره من شهداء كتير ما تروحش هدر. أحمد وحيد ابن البطل الشهيد العقيد محمد وحيد. أبويا علمني إن الراجل بيموت مرة بس الجبان بيموت 1000 مرة. بابا واحد من أبطال الشرطة المصرية، استشهد في مأمورية الواحات، دافع عن مصر وحماها من الإرهاب، وساب لنا بلد نعيش فيها بأمان وسلام أنا وعيلتي وصحابي. هكمل مسيرتك وأوعدك إني أكون راجل عظيم زيك، أحب بلدي ودافع عنها وأكون من شعب مصر الأصيل. أنا نوران هاني بنت الشهيد البطل عقيد أركان حرب هاني محمد سليمان. بدرس صيدلة إكلينيكية وجامعتي في العاصمة الإدارية الجديدة. كنت دايما وأنا صغيرة بسمع كلمة شهيد بس عمري ما فهمتها لحد ما جه يوم 14/8 سنة 2013 جالنا خبر استشهاد والدي، وماما قالت لي إن بابا شهيد. وكطفلة عندها 8 سنين كنتش فاهمة هي تقصد إيه وقتها. كل اللي جه في دماغي إني خلاص فقدت والدي وإني مش هرجع أشوفه تاني. بس لما فهمت يعني إيه شهيد حسيت بالفخر والاعتزاز، وإن بابايا بطل، وإن كان كل همه يحمي بلده حتى لو على حساب حياته. بما إني بنته فلازم أبقى زيه. أنا بطمن حضرتك يا فخامة الرئيس إني هقدم اللي اتعلمته في المجال الطبي، ومحمود أخويا اللي صمم يكمل المسيرة هيقدم اللي اتعلمه في كلية الشرطة. وأنا واثقة إن شعب مصر واعي، مطمنة إن مصر ما بتنساش اللي ضحى عشانها. لازم أول بحري أحمد عبد اللطيف، نجل الشهيد البطل دكتور عبد اللطيف عبد الحميد، شهيد الواجب أثناء جائحة كورونا سنة 2020. والدي دايما كان في الصفوف الأولى في الجيش الأبيض، وعمره ما خاف على نفسه، لأن دايما كان قدامه هدف واحد بس، إنه إزاي يحمي الناس من فيروس كورونا. وزي ما هو قدم رسالته، أنا موجود هنا علشان أكمل مسيرته بانضمامي إلى القوات المسلحة كضابط بالقوات البحرية. وبإذن الله جيشك يا مصر قادر يحميكي ويحافظ عليكي. مناسب أول أحمد السيد أحمد فوزي، نجل الشهيد اللواء أركان حرب السيد أحمد فوزي، قائد اللواء 12 مكل، يوم 29/1 سنة 2015. كان يوم صعب علينا كلنا يا فندم. يوم ما عرفت خبر استشهاد والدي كان جوايا إحساسين مختلفين جدا عن بعض. إحساس إن أنا مش هشوفه تاني، وإحساس إن أنا لازم أكمل مسيرته وأكون قد المسؤولية. والحمد لله ربنا كرمني ودخلت الكلية الحربية واتخرجت من نفس سلاح والدي، سلاح المشاة. وزي ما علمني يعني عيش أبطال يا موت شهد. وأنا جيت هنا النهارده عشان أطمن كل المصريين إن مصر أمانة في رقبتها. أنا عمر ابن الشهيد البطل عقيد طيار أركان حرب هشام حسني. بابا كان طيار مقاتل حارب الإرهاب واستشهد، وحلمه كان يشوفني ظابط، وأنا اتمسكت بالحلم ده، لكن أصبت بالمرض اللعين وواجهته بشجاعة واتعالجت منه تماما. وبعد ما عدت المحنة أنا مش بس عايزة أكمل مسيرة بابا، أنا عايزة أكون سبب في شفاء غيري، أكون دكتور، أحارب المرض زي ما بابا حارب الإرهاب، وأكون جزء من مستقبل بلد اتبنت بالتضحية. أنا جاية أقدم رسالة لكل أولاد الشهداء وأقول لهم إن شهدائنا في قلوبنا مهما مر الزمن،
وعدت الأيام ذكراهم باقية جوانا، وهنفضل نحكي لأولادنا والأحفادنا عن بطولاتهم وأمجادهم وقد إيه مصر مقدرة تضحياتهم. وأكبر دليل على كده إن وإحنا بنعمر في مصر كلها وبننفذ مشروعات قومية في سينا، عثر على رفات الجندي فوزي عبد المولى اللي بعد 57 سنة من استشهاده مصر عملت له جنازة عسكرية مشرفة. وده يدل على إن مصر ما بتنساش شهيد، وعلى إن نسل الأبطال على قد العهد. نسل الأبطال على قد العهد. مهما تعملوا مهما تعملوا نكمل انكفاحنا، ده احنا رحنا للوطن، نفدي اهلنا نفدي شعبنا، نفدي كل شبر فيها لله والوطن. باسم الجيش المصري بنوجه تحية لكل شهداء مصر الأبرار، تحية لكل شهيد ضحى بروحه عشان نحافظ على أرضنا وناسنا، تحية لشعب مصر الأصيل اللي بنستمد منه قوتنا، وزي ما كنا دايما على عهدنا معاكم حافظنا على الأرض وما فرطناش في شبر واحد ولا ذرة تراب واحدة. والنهاردة بنجدد عهدنا معاكم، علم مصر هيعيش مرفوع عالي مهما كانت التحديات ومهما كان الثمن. بنوعدكم هنكون دايما على قد العهد. الحكاية ليها أصل، قصة واتكتبت في فصل، كل صفحة تحكي حرف من حروف اسمك يا مصر. البداية كانت لشعب ياما شاف في حياته صعب، عاش ضغوط وصراع وحرب في كل وقت وكل عصر. البداية كانت لشعب ياما شاف في حياته صعب، عاش ضغوط وصراع وحرب في كل وقت وكل عصر. قد العهد يا بلدي قد العهد، في كل كلمة وكل حرف وكل وعد، في كل شارع من شوارعي، كل شبر في كل أرضي، كل يوم بنعيشه فيكي، كل لحظة وكل وقت. الله الوطن الله مصر، الله الوطن الله مصر. راح عشانك كام شهيد مستحيل ننساه أكيد، والنهاردة عشانه عيد نحكي عنه لكل مصر، يحكي كل ولاده عنه يفخروا وكمان يغنوا. الشهيد ضحى بدمه رايته مرفوعة بنصر. قد العهد يا بلدي قد العهد، في كل كلمة وكل حرف وكل وعد، في كل شارع من شوارعي، كل شبر في كل أرض، كل يوم بنعيشه فيكي، كل لحظة وكل وقت. الله الوطن الله مصر، الله الوطن الله مصر. مصر فيها الشعب جيش، مصر ناسها ما تنحنيش، قصة هتفضل تعيش مهما عدى سنين ووقت. عهد ليك انتي يا بلدي، هبقى سندك وانت سندي، مهما هيكون التحدي احنا قادرين ويا بعض. قد العهد يا بلدي قد العهد، في كل كلمة وكل حرف وكل وعد، في كل شارع من شوارعي، كل شبر في كل أرض، كل يوم بنعيشه فيكي، كل لحظة وكل وقت. وبنهاية حروف اسمك في آخر صفحة آخر سطر، سلام وصية من شعبك، كلام مكتوب بعزة وفخر. أمانة حلفنا لنصونها وفصل جديد بنبدأ فيه، بنبني بلدنا بإيدينا، ده عهد ودين ووفينا بيه. الله الوطن الله مصر، الله الوطن الله مصر.
هناك حوار افتراضي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي. يدور هذا الحوار بين تلميذ وأستاذه. يسأل التلميذ أستاذه قائلا: يا أستاذي، أين تقع مصر؟ فيجيب أستاذه: مصر يا بني لا تقع. فيقول التلميذ: يا أستاذي، أنت لا تعرف الجغرافيا. فيقول الأستاذ: بل أنت يا بني لا تعرف التاريخ. فمن يعرف التاريخ يدرك أن مصر لا تقع. وقد أصدرت محكمة التاريخ العليا حكما نهائيا لا طعن فيه ولا استئناف عليه بأن مصر هي أم الدنيا، فقد جاءت قبل أن يسطر القلم أحداث الزمان، وستبقى بإذن الله مرفوعة الرايات حتى يزول الزمان. في ماضي الأزمان اجتمعت محكمة التاريخ العليا، أصدرت الحكم نهائيا أن بلادي أم الدنيا. من بعد مرافعة عصماء لسان الأهرام تلاها، ما ملك الكون لها إلا أن ألقى السمع وحياها. نام الدهر وحين تمنى وطنا في الحلم تمناها، خطت للمجد صحيفته فانكب يقبل يمناها، واستلقى النيل على يدها طفلا تهواه ويهواها. رفعت أقلام التاريخ فلا استئناف لدعواها. بسم الله الملك الحق المتجلي فوق ثراها، إذ قال الله لها كوني فاتحة الأرض وأولاها. مصر وما أدراك بأرض الله تعالى سماها. الآن يتفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتكريم أسر الشهداء والمصابين. أولاً تكريم أسر الشهداء والمصابين من حرب أكتوبر المجيدة. اسم الشهيد البطل مقدم أحمد حسن أحمد إبراهيم من الدفاع الجوي، استشهد يوم 18 من أكتوبر 73 أثناء الاشتراك بوحدته ضمن حائط الصواريخ للدفاع الجوي لاعتراض طائرات العدو ومنعها من الاقتراب لقناة السويس. ويتسلم التكريم كريمته السيدة نهلة وحفيده أحمد. ولا كل من شال السلاح، ولا كل من لبس البيادة، مين اللي لاجل الحق راح، مين اللي نال طلب الشهادة. انت اللي بإيدك الاختيار، انت اللي. اسم الشهيد البطل رائد طيار أركان حرب إسماعيل محمد حسن إمام من القوات الجوية، استشهد بتاريخ 17 من أكتوبر 73. شارك في الضربة الجوية وتدمير مواقع العدو في العمق، كما شارك بمعركة المنصورة الجوية. ويتسلم التكريم كريمته السيدة داليا وحفيده إسماعيل. اختارها ترسل
تنسى في أي بر يا بر خير يا بر شر يا ذكرى يلعنها البشر يا ذكرى حياة للنهار يا تعيشها رهن الإنسانية راجل وقد المسؤولية يا تبقى جندي مصاب عمليات حربية سيد محمد مراد العياط من المشاة أصيب بتاريخ 16 من أكتوبر 73 أثناء أعمال القتال بمنطقة القنطرة شرق. تمت إصابته بشظايا إثر انفجار لغم أدى إلى ضمور في العين اليمنى والقدم اليمنى. ثانيا تكريم أسر الشهداء والمصابين في الحرب على الإرهاب. اسم الشهيد البطل عميد أحمد كمال محمود عبد الفتاح من المدفعية، استشهد بتاريخ 10 من يوليو 2016 أثناء قيامه بأعمال دورية لتمشيط طريق الحسنة القصيمة. يتسلم التكريم نجله محمد وكريمته داليا. عشق بلاده زاد وحير الخاين عناد ورمز في عيون كل مصري وفي عيون امه وولاده. كل بيت بقى فيه شهيد حي عند الله اكيد، واللي مش في العيد معانا كل يوم في الجنه عيد. مصر اسم الشهيد البطل مقدم خالد محمد السيد عبده دبور من المشاة، استشهد بتاريخ 23 من إبريل 2016 أثناء الاشتباك مع العناصر الإرهابية بمنطقة الشديدة بقطاع الشيخ زويد. يتسلم التكريم زوجته السيدة ياسمين عادل ونجله مهند. اسم الشهيد البطل مقدم أركان حرب عادل عبد الحميد عيد حسن من المدرعات، استشهد بتاريخ 9 من مايو 2016 أثناء الاشتراك بأعمال المداهمات للقضاء على العناصر الإرهابية بمنطقة بير لحفن. يتسلم التكريم زوجته السيدة إيمان عبد القادر وأنجاله محمد وأحمد وأيسل. وإن حد فكر يجي جنبك مصيره موت. ثابت يا بلدي بحمي أرضي والأسود، صادق في وعدي جبل وواقف على القلوب. شايل في قلبي علمك رفع تملي رايتك، وإن حد فكر يجي جنبك مصيره موت. وعد الحر دين عليه. اسم الشهيد البطل رائد محمد علي محمد العزب من المدرعات، استشهد بتاريخ 23 من فبراير 2016 أثناء تنفيذ دورية تأمين على طريق الطويلة القواديس بقطاع الشيخ زويد. ويتسلم التكريم والده السيد علي محمد العزب ووالدته السيدة سميرة مسلم والزوجة آية فتحي وكريمته حرة. واللي في وش عدو واقف يحيي امالك. عظيم سلام وتحيه للي بيحمي ارضك، واللي يضحي بروحه لاجل يلبي
اسم الشهيد البطل نقيب احتياط محمد حسن عبد الحفيظ عبد الموجود من المدرعات، استشهد بتاريخ 5 سبتمبر 2013 أثناء اشتراكه ضمن قوة تأمين أحد الكمائن بالإسماعيلية. ويتسلم التكريم والدته السيدة رجاء محمد وشقيقه أحمد. شايلك يا بلدي في قلبي مهما طال الزمان، على كف روحي تروح فداكي مهما كان، ويمين الله وشرفي لابني فيكي وعلي، وحتبقي قد الدنيا دي وهو ده الأوان. شايلك يا بلدي في قلبي مهما طال الزمان، على كف روحي تروح فداكي مهما كان، ويمين الله وشرفي لابني فيكي وعلي، وحتبقي قد الدنيا دي وهو ده الأوان. وعد الحر دين علي، وأوعدك لو حد مسك والله في سما نشيله من على وش الأرض. تعظيم سلام وتحية للي بيحمي عرضك، واللي يضحي بروحه لأجل يلبي طلبك، واللي في وش عدو واقف يحيى أمان. سلام وتحية للي بيحمي عرضك، واللي يضحي بروحه لأجل يلبي طلبك، واللي في وش عدو واقف يحيى أمالك. اسم الشهيد البطل ملازم أول محمد عادل عبد العظيم حلاوة من المشاة، استشهد بتاريخ 1 يوليو 2015 أثناء تبادل إطلاق النيران مع العناصر الإرهابية بأحد الكمائن بقطاع الشيخ زويد. ويتسلم التكريم والده السيد عادل عبد العظيم ووالدته السيدة هناء محمد. اسم الشهيد البطل رقيب باسم سامي عبد الحي إبراهيم من المدفعية، استشهد بتاريخ 12 ديسمبر 2015 أثناء تنفيذ أعمال التمشيط على طريق السدود حق الحصان. ويتسلم التكريم شقيقه بسام. اسم الشهيد البطل رقيب أسامة سعيد فتح الله من المشاة، استشهد بتاريخ 6 يوليو 2013 أثناء تبادل إطلاق النيران مع العناصر التكفيرية بأحد الكمائن. يتسلم التكريم شقيقاه عصام وجمال. اسم الشهيد البطل عريف رضا محمد الحويحي من المدرعات، استشهد بتاريخ 3 أبريل 2015 أثناء اشتراكه بإحدى المداهمات بقطاع شمال سيناء. يتسلم التكريم والده السيد محمد الحويحي ووالدته السيدة فتحية السيد.
اسم الشهيد البطل جندي إسلام محمد السيد من حرس الحدود، استشهد بتاريخ 22 من يوليو 2013 أثناء اشتراكه ضمن قوة تأمين أحد الكمائن بقطاع العريش بشمال سيناء. ويتسلم التكريم والدته السيدة بدرية رمضان وشقيقه عبد الحميد. رائد مصاب عمليات حربية ضياء الدين محمد عبد الله حسين من المدرعات، أصيب بتاريخ 25 من مايو 2016 أثناء الاشتراك في تأمين قطاع العريش. تم الاشتباك وتبادل إطلاق النيران مع العناصر الإرهابية، نتج عنها إصابته بارتشاح مائي بالمخ وانفجار مقلة العين اليسرى. قلبي النبض لا يمكن شمسك يوم هتغيب، وجعك يا حبيبتي بيوجعني والدنيا بحالها بتسمعني، انا منك طول الوقت قريب، مش عايزك تقلقي ابدا طول ما انا فيا الروح. ثالثا تكريم أسر الشهداء من أهالينا في سيناء الحبيبة. اسم الشهيد البطل حميد عيد سلمان، استشهد بتاريخ 20 من سبتمبر 2022 أثناء تعاونه مع القوات المسلحة في تنفيذ إحدى العمليات. يتسلم التكريم نجل شقيقه إبراهيم مسعد. اسم الشهيد البطل إبراهيم حماد إبراهيم، استشهد بتاريخ 10 من مايو 2022 أثناء اشتراكه مع عناصر من القوات المسلحة في تنفيذ مداهمة للقضاء على العناصر الإرهابية بمنطقة الشيخ زويد بشمال سيناء. ويتسلم التكريم والدته السيدة نهلة سليمان. الحضور الكريم مع كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور الكريم، تبلغ سعادتي مداها كل عام بأن أتواجد معكم وبينكم لنرسل معا رسالة لأصحاب العطاء من شهدائنا الأبرار الذين قدموا المثل والقدوة في التضحية من أجل بقاء هذا الوطن والحفاظ على مقدرات شعبنا العظيم، والتي تعتبر بجلاء والتي تعبر بجلاء عن إرادة هذه الأمة عبر تاريخها بأنها قادرة وقاهرة لكل مانع يقف حائلاً أمام تحقيق أمنها وسلامتها وريادتها. فلهذا الوطن رجال صنعوا المستحيل وحققوا لمصر دائماً في الماضي والحاضر صموداً أكد وحدة الشعب المصري وجعله أكثر صلابة. فكل عام وشعبنا الأصيل في خير وأمن وسلام. وإنه لمن حسن الطالع أن يتواكب احتفالنا في هذا العام
بيوم الشهيد متزامنا مع 10 من رمضان الذي خاضت فيه مصر أشرف المعارك، وقدم فيها الرجال جلائل الأعمال التي عبرت بنا إلى آفاق الكرامة والكبرياء بوحدة شعب وصلابة جيش، عقدوا العزم على تحقيق النصر. إن شهداءنا الأبرار لم يقدموا أرواحهم فحسب، بل قدموا المستقبل لمصر، فقد مهدوا لنا طريق الاستقرار والأمان الذي نواصل فيه اليوم مسيرة البناء والتنمية. وبفضل تضحياتهم استطاعت مصر أن تواجه التحديات وتمضي قدما في تنفيذ المشروعات القومية التي أصبحت شاهدا على صلابة هذا الوطن وعزيمة شعبه. إننا اليوم نرى نتائج هذه التضحيات واضحة في كل ربوع مصر، من مدن جديدة تبنى ومشروعات ترسم ملامح القوة للجمهورية الجديدة. وما كان ليتحقق كل ذلك لولا الدماء الطاهرة التي سالت ليبقى هذا الوطن آمناً مستقراً قادراً على التقدم والبناء. وإذ نحتفل اليوم بذكرى شهدائنا العظام، فإننا نؤكد التزامنا تجاه أسرهم، فهم لم يقدموا أبناءهم فحسب. وأؤكد مرة أخرى فإننا نؤكد التزامنا تجاه أسرهم، فهم لم يفقدوا أبناءهم فحسب، بل قدموا أغلى ما يملكون. فمصر لا تنسى أبناءها الأوفياء، وستظل دائما سندا لهم، كما ستظل قواتنا المسلحة درع الوطن وسيفه، صامدة في وجه أي تهديد، حامية لمقدرات هذا الشعب العظيم. الحضور الكريم، على الرغم من الأحداث المتلاحقة التي يمر بها العالم ومنطقتنا والمخاطر والتهديدات التي خلفت واقعاً مضطرباً، وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ومساعي مصر الدائمة لتقديم رؤى من أجل تحقيق الأمن والسلم للمنطقة كفاعل رئيسي في هذه القضية، والتي أوضحت فيها مصر منذ بدايتها موقفاً ثابتاً راسخاً بأنه لا حل لهذه القضية إلا من خلال العمل على تحقيق العدل وإقامة الدولة الفلسطينية، وعدم القبول بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه تحت أي مسمى. ولم يكن هذا الموقف ليتحقق إلا بوعي الشعب المصري واصطفافه حول القيادة السياسية، معبراً وبجلاء عن صدق النية وحب الوطن. واسمحوا لي أن أقدم تحية للشعب الفلسطيني الصامد فوق أرضه واسمحوا لي أن أقدم تحية للشعب الفلسطيني الصامد فوق أرضه، مؤكداً أننا سنقدم لهم كل عمل من شأنه أن يساندهم في معركة البقاء والمصير. السيدات والسادة، قبل أن أختتم كلمتي أوجه تحية واجبة للشعب المصري وقواته المسلحة على ما بذل من جهود خلال السنوات الماضية، والتي سعينا فيها إلى بناء قدرات هذه الأمة عسكرياً وسياسياً واقتصادياً. والتي ساعدتنا على تجاوز كل التحديات وأهلتنا لمواجهة كل التهديدات. فما تحقق على أرض مصر ورغم كل الظروف جعلنا نقف على قدمين ثابتتين، ندافع عن حاضرنا ونؤمن مستقبل الأجيال. وفي الختام، وباسم الشعب المصري، نتوجه بتحية تقدير وإجلال لشهدائنا الأبرار
وأسرهم الكريمة. لما قدموه من تضحيات وبطولات، وأعدكم أمام الله سبحانه وتعالى أننا سنستمر في العمل لتحقيق ما تتطلعون إليه من رفعة وتقدم واستقرار لوطننا الغالي مصر. أشكركم، وكل عام وأنتم بخير ودائما وبالله. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام الوطني.